السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات نعمان الشهية. اليوم غادي نقدم لكم الكرعين ديال الغنمي بالقمح بطريقة سهلة وبسيطة. خليكم معايا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير ديال هذه الوصفة الرائعة. بالنسبه للمكونات هنا غادي نحتاجو كما كتشاهدوا معايا الكرعين ديال الغنمي. هنا سبق لي انني غسلتهم مزيان كما كتشاهدوا، نظفتهم مزيان على هذا الشكل هذا. هنايا غادي نستعمل معاهم القمح كما كتشاهدوا الشكل ديالو من بعد ما رقدناه في الماء والرطاب ولا على هذا الشكل هذا، فهو كيبقى البديل ديال الحمص، فكيجي المذاق ديالو حتى هو رائع. ما تبقى من الوصفه هنا كما كتشاهدوا معايا عندي البصله مشلده غادي نستعملوها، غادي نستعمل مطيشه هنا محكوكه، وغادي نستعمل السمن والثومه، معلقه صغيره ديال السمن ومعلقه كبيره ديال الثومه. هنايا عندي قطع ديال الربيع، قزبر ومعدنوس. وبالنسبه للاقامه هنايا كما كتشاهدوا عندي معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الابزار. بطبيعه الحال عندي معلقه كبيره ديال الملح. وهنايا غنستعملوا الزبيب في اخر لحظه. وبطبيعه الحال غادي نستعملوا الزيت النباتيه في هذه الوصفه، وبطبيعه الحال الماء هنا الماء دافي. خليكم معايا نشوفوا طريقه التحضير ديال هذه الوصفه اللي كتجي زوينه. بالنسبه لطريقه التحضير هنايا كناخذ الكوكوط كنخوي فيها واحد مقدار ديال الزيت النباتيه، تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه. صافي هنايا كنخليو الزيت واحد شويه، من ما كتسخن كنخويو هنايا البصله باش كتشحر على الشكل هذا. صافي كنبقى نحرك هذيك البصله ديالنا هنايا على هذا الشكل هذا. صراحه هذه الوصفه كتجي زوينه، كتقدروا تحضروها في عيد الاضحى ولا تقدروا تحضروها في اي لحظه، يعني ماشي بالضروره ان في عيد الاضحى، فهي كتجي زوينه. كما كنعرفوا هذه الوصفه التقليديه كتجي رائعه. صافي هنايا غادي نخوي العطريه كامله دفعه واحده كما قلت لكم على هذا الشكل. صافي وكنبقى نحرك يعني هذيك البصله ديالنا حتى كتشرب هذيك العطريه، يعني باش كتطلق هذيك النسمه ديال هذيك العطريه، فهي غادي تجي المذاق ديالها مختلف. اذا يعني كبيتوها في البلول ولا شي حاجه، يعني كنفضل انكم تشحروها مع البصله على هذه الطريقه هذه. فهاد الوصفه كما سبق لي انني حضرتها معكم، يعني حضرتها معكم فقط بالحمص والزبيب. اليوم ضفنا الاضافه اللي غنديروها هي القمح. هنايا غادي ندير هذيك المطيشه مفكوكه على هذا الشكل هذا. صافي كتبقى وصفه سهله ما صايباش، يعني كنرميو جميع المكونات دفعه واحده، يعني ما كنبقاو نتسناو عليها لا حتى شي حاجه. صافي هنايا غادي ندير هذيك القنطه ديال الربيع، وهنايا غادي نبدا نرمي في هذاك الكريم ديالنا، يعني دفعه واحده حتى هو على هذا الشكل هذا. من بعد ما نظفتو مزيان هاد الكرعين هذا على هذا الشكل. صافي تقدروا ديروا الكرعين ديال البقري حتى هما، فحتى هما كيجيو زوينين، ولا ما كانش تقدروا ديروا يعني الكرعين ديال الغنمي. صافي فقط على الطريقه هذه كنبقى نحرك هاد الكرعين هذا حتى يعني كيتجانس مع هذيك المكونات ومع هذيك العطريه. صافي على هذا الشكل هذا. صافي كنديروا هذيك المعلقه ديال الملحه كما كتشاهدوا. صافي هنايا كيبقى لينا القمح حتى هو يعني كيبقى اخر حاجه كنرميو هنايا على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نديرو هذاك الماء على هذا الشكل كما كتشاهدوا معايا بهذه الطريقه هذه. صافي وكنخليو يعني هاد المكونات طيب. كتبقى لينا اخر حاجه يعني الزبيب وهذيك الثومه والسمن كنخليو اخر حاجه يعني في هذه الوصفه هذه، هي اللي كنرميوها ملي كيبدا يطيب يعني هاد الكرعين هذا. خليكم معايا نتلاقاو باش نرميو من بعد الزبيب والسمن، يعني حتى نوريكم كيفاش الكرعين كيوليو باش كنرميوهم. هنا صافي من بعد ما يعني كنتاكدوا بان هذاك الكرعين ديالنا طابوا،
وداك يعني داك الزرع اولا القمح اللي درناه حتى هو طاب. صافي كما قلت لكم كتبقى لينا اخر حاجه كنديروها هي كنرميو هذاك السمن. هنايا غادي ندير السمن، ما كنرميش في الاول باش ما يجيش شويه حار، كنديرو انا حتى الاخير. صافي وكنرمي هذيك المعلقه كبيره ديال الثومه حتى هي في الاخير باش كتعطي هذيك النسمه ديالها. صافي وكنضيفوا هذاك الزبيب في الاخير، يعني ما كنضيفوش في الاول حتى هو كما قلت لكم، كنضيفوا اخر حاجه هذاك الزبيب. صافي على هذا الشكل وكنخليو يعني مده ديال 5 دقائق. حنا كلشي عندنا طيب هنا، فقط غير باش ديك الثومه وديك السمن يعطيو ديك النسمه ديالهم، وندوزو باش نشوفوا الطبق النهائي ديال هذه الوصفه الرائعه. الوصفه ديال اليوم كما كتشاهدوا معايا وجدات الكرعين بالقمح. الشكل ديالو النهائي، الشكل ديالو رائع، كيجي زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، يعني الا ما كنتوش غديروا الزبيب والحمص فتقدروا ديروا الكرعين بالقمح، فحتى هو كيجي المذاق ديالو رائع. نلتقيو ان شاء الله في وصفه اخرى من وصفات نعمان الشهيه. ما تنساوش دائما الاشتراك على القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد، وتهلاو في روسكم.